يا ترى العلاقة دي هتكمل ولا ممكن تنتهي في أي لحظة؟ طب يا ترى ده الشخص الصح ولا لأ؟ حتى وانتي في الكوشة لسه بتفكري إذا كان بيحبك ولا بيتسلى بيكي؟ لو عندك الشك ده طول الوقت حتى لو بدون سبب واضح فغالبا ده مش إحساس طبيعي. الأفكار دي بتكون شكل أفكار مرضية وبنسميه عندنا وسواس الفقر. طب ليه بتحسي كده؟ أسباب كتير ممكن ترجع للطفولة. مثلا لو كنتي اتربيتي في بيئة بتحاولي تثبتي فيها حبك علشان تاخدي اهتمام، ممكن الاحاسيس دي تفضل مستمره لحد ما تكبري في علاقتك بشريك حياتك. السبب التاني انه ممكن تكوني بتشوفي علاقات حواليكي مش بتكمل او بيكون فيها اذى كتير، فبيكون ده بيخليكي طول الوقت بتفكري ان العلاقه اللي معاكي ممكن ما تكتملش. ممكن تكوني دخلتي في تجارب قبل كده كنتي بتتخاني فيها او بيتكذب عليكي فيها. حتى لو الشخص اللي معاكي مختلف دايما هتبقي حاسه ان انت خايفه من التكرار. علشان ترتاحي من كل ده لازم تفهمي ان الخوف ده مش طبيعي، ودايما اسالي نفسك الخوف ده ليه دليل ولا دي مجرد افكار وسواسيه. كمان ما تحاوليش تدوري طول الوقت على تطمينات لان ده هيزود الوسواس والافكار الوسواسيه مش هيهديها. كمان انت محتاجه تشتغلي على علاقتك بنفسك في المقام الاول. لو الخوف من الفقد والافكار الوسواسيه دي طول الوقت مسيطره عليكي، العلاج النفسي هيساعدك تتخلصي من ده. وتاكدي ان الحب الحقيقي مش هيحتاج منك اختبارات طول الوقت. لو العلاقه صحيه هتحسي من جواكي بالامان ومكتفيه بيه من غير ما تسالي. الخوف من الفقد ممكن يخليكي تفقدي العلاقه فعلا، واجهيه بدل ما تستسلمي ليه. احنا في يوتوبيا هنساعدك انك تتخلصي من اي مشاعر تخص الفقد او اي افكار وسواسيه.